السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله يا جماعة معايا كام جوز. اول جوز ده انا كنت عارضه، وفي ناس كلمتني قالوا لي ان مستوى النتاية قليل وكده هوت على السعر اللي انت طالبه، فانا رديت قلت لا، الدكر كان شحط في النتاية والنتاية ما كانتش باينة عشان الدكر كان شحط فيها، فانا هصور النهارده الدكر لوحده والترة لوحدها عشان برضك ايه الرؤية تبان. دي الترة يا جماعة، بصوا التخانة بتاعت عظمها عاملة ازاي. بصوا الحمامية، هو الدكر كان عليها مبططها، فهي الحمامة بسم الله ما شاء الله كانت مظلومة في الفيديو. بس ارجع لي كده، حمامية كانت مظلومة في الفيديو، فنتفرجوا على الحمامية كده لوحدها، نشوف تخانة عظمها عاملة ازاي، ونشوف نافوخها عامل ازاي، ونشوف طول الحمامية كده اهوت وهي لوحدها. معلش اي حد هيشوف الحمامية دي كده يفكرها دكر، اي حد يشوف الحمامية كده من تكوينها يفكر ان هي دكر، وهي الحمامية ما شاء الله تبارك الرحمن يعني، ودور بعينيها زيتي بسم الله ما شاء الله منجم، وعينيها تقيلة قوي، وفي تخانة في عظمها زي ما انتم شايفين من فوق عاملة ازاي. بس هو الدكر كان ظالمها لان الدكر كان شحط فيها فهي مش باينة، فاظن كده الحمامية باينة. ادي الطيرة يا جماعة. وفي ناس قالت لي، انا كنت عارض برضك جزء اول امبارح، قالوا لي الطيرة دي اعلى من الطيرة دي. لا بصراحة تمسك الحمام في ايديك، الطيرة دي الله اكبر عليها، يعني كأنك بتقلب دكر مش بتقلب نتاية. فدي الطيرة معايا، هشيلها وادخل الدكر تتفرجوا عليه ان شاء الله. وادي الدكر يا جماعة لوحده. طبعا الدكر بسم الله تبارك الرحمن بيتكلم عن نفسه قوي، مش محتاج ان انا احلي فيه حاجه، ولا محتاج ان انا اقول ان هو حلو او وحش او تكوينه او اي حاجه فيه. هو فرد الحمام ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. حمام رعم ما شاء الله يا جماعه، الحمام يعني الله اكبر ما بيتمسكش. انا مش من غايه ان انا افضل ماسك فرد الحمام وكلام من ده واشوف فرد الحمام، بحب فرد الحمام بشكله وبلونه. ده الدكر معايا. وفي حاجه برضك عايز اقولها للناس اخواتنا، يعني انا امبارح كنت عارض دكر سكروته، والله اول ما عرضته فرد الحمام اتباع وقايل ان الفرد بيروق. فالواحد لما يقول الحاجه اللي في فرد الحمام والله بيريح نفسه وهيلاقي اللي هيعوزه. في واحد ممكن يشتري فرد الحمام ويعرف يعالجه ويعرف يشغله، بس انت تقول الصراحه اللي فيه وتريح دماغك. ده كده يا جماعه اول جوز معانا ان شاء الله. بقيه الجواز اللي معانا جواز نش ان شاء الله. ده يا جماعه دكر انا بفرخه عندي، ده انا برمي 2 من عياله عندي في الغيه. طبعا الحمام انا عندي اساسا محطوط فوق بعضه، وبطلع من الحمام ده اساسا لان انا الغيه نزلتها تمام لحد بس ايه ما نظبط شويه حاجات كده وان شاء الله ايه نرفعها. فده ذكر حمام انا اخد منه عيلين بسم الله تبارك الرحمن عليهم، يعني في المربع اللي انا فيه هم معروفين الحمامتين دول ايه. ده ابوهم، ده ابوهم. بس النتايه اللي كانت مع الذكر ده ديت يعني ماتت مني والحمد لله. فانا الفرد ده بقالي فتره مش فرخه، بس فرد حمام شغال، يعني مش فرد حمام في اي حاجه، فرد لو في حاجه يلزمني، ففرد الحمام شغال. بس انا في النهارده كان راجل غالي عندي كان منزل كام نتايه عته، رحت خدتهم منه، فيهم نتايه بنفسجيه حماميه جامده، حماميه طايره، يعني حماميه طايره عنده ما شاء الله يعني. فطبعا في جرد الحمام هي بنوته اتشالت، وحماميه مخلصه يعني. ادي النتايه كده ايه ركبناها عليه. وفي ناس كانت مكلماني على بنفسجيات، بس انا والله سقطتها، فلو شافني كلمني وانا اصبر حبه على الفيديو يعني، لاني والله ما الاقي رقمك. فدي البنوته دي طبعا اول شغلها، دي انت مخلصه، وحماميه جامده تبارك الرحمن، يعني يبان عليها يعني شمس اكلها. فدول جوز كده على بعض. طبعا الدكر قد النتايه 4 مرات، بس هم كسكه نش الله اكبر عليهم يعني. النهارده كده نخلوا دول فيديو لجوزين، وبكره ان شاء الله بمشيئه الرحمن نعرضوا كام جوز تانيين كده هيبقوا ايه سكه نش، فنستكفوا بدول النهارده ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك للجميع، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه.